يا صباح الفل يا صباح الجمال على احلى اخوات وعلى احلى متابعين. النهارده بقى ولا هنطبخ ولا هنعمل حلويات ولا اي حاجه خالص، بس برضو هندخل المطبخ. النهارده هعمل لكم الصابون السائل في البيت بكل سهوله ورخيص جدا، وهيعمل لك كميه كتيره، وزي ما انت شايفه بقى كده هتبقي مبهوره بقى كده وانت عامله الصابون. عارفين بقى انا لما بعمل حاجه كده ببقى مبسوطه قوي، بتطلع ناجحه بالذات، دي حاجه بتبسطني اكتر. عارفين لما الحاجه بتطلع وحشه انا بقول لكم بجد هي وحشه، لما بتبقى حلوه وكويسه انا بديكم رايي بكل امان. انا عملته في البيت وطلع معايا زي ما انتم شايفين كده بالقوام ده، وكان عاجبني جدا وجميل بجد. ومش فاكره تقريبا كان ب 35 جنيه ب 40 جنيه، تعملي بيهم 10 لتر صابون. انت بتشتري بقى اللتر بكام؟ يعني انا عندي هنا في اسكندريه من 8 جنيه ل 10 جنيه اللتر بتاع الصابون. شوفي بقى انت عندك في محافظتك، اكتبي لي كده في الكومنتات انت في محافظه ايه واللتر الصابون عندك بكام. شوفي بقى ال 35 جنيه او ال 40 جنيه هيعملوا لك كل الصابون ده كده 10 لتر صابون زي ما انتم شايفين. بس انا بصراحه يعني عوزته ايه، قلت جربت، عملته لماما ال10 لتر وقلت اجرب ليا ال8 لتر، بس انا ما حاسه ما فيش فرق بين ال10 وبين ال8، ما فيش فرق. زي ما انتم شايفين هو بيجي كده كيستين مع بعض، كيسه سايله وكيسه فيها بودر. البودر دوت اللي هو بيبقى الريحه كده واللون بتاع الصابون، والكيسه التانية ده الصابون الخام. انا اخدته كده، جبت بوله كبيره او طبق كبير يساوي 10 لتر، وفضيت فيه كده كل الكيس اللي هو السائل ده. بصوا عامل ازاي تقيل كده بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه، وهنزل بكيس البودر ده عليه. وهنا هديهم الاتنين بقى تقليبه حلوه كده مع بعض، ادمج البودر مع السائل ده واخليهم كلهم حاجه واحده. الاول اديهم تقليبه حلوه، وباي معلقه خشب عندك، انا عندي المعلقه دي اللي عملت بيها قبل كده الصابون، مخليها بقى الحاجات اللي زي دي اخلص واشيلها واخليها على جنب، بتنفعني بقى بصراحه في الحاجات دي. كده اديتهم بقى تقليبه حلوه ودمجتهم كلهم مع بعض. هنزل بقى بالميه بتاعتي كده، المفروض زي ما قلت احط 10 لتر ميه عشان اعمل 10 لتر صابون. انا هنا حطيت 8. هنا نزلت باول ازازه ل2 لتر واديتهم تقليبه، وزي ما انتوا هو بدات الرغاوي تشتغل معايا زي ما انتوا شايفين. هبدا بقى ايه اديها تقليبتين، ولازم البودر اللي مع الماده السائله دي يدوب خالص. هنا بقى هنزل بقى بال2 لتر التانيين زي ما انتوا شايفين، وهفضل برده ايدي في التقليب زي ما انتوا شايفين. الصابون السائل بيحب التقليب كتير. بصوا بقول لكم الرغاوي بتاعته روعه. هبتدي بقى ان انا انزل بقى بكميه الميه بتاعتي، وانا هنا عملت 8 لتر ما عملتش 10. بس بصراحه انا هنا مش شايفه فيه فرق من ال10 لل8، مش شايفه فيه فرق. بقول لكم بصوا الرغاوي والجمال والحلاوه. هنا بقى قلبته لما قطعت حيله، بصوا عماله اقلب فيه اقلب فيه اقلب فيه. خطوه بقى مهمه جدا، بعد ما تعملي كل الخطوات دي ما تاخدهوش بقى وتشيليه وتعبيه على طول، لا لازم تسيبيه لمده ساعتين. الساعتين بيخمروا، زي ما احنا كده بنقول بالبلدي بيخمروا. بصوا جماله وحلاوته، بقول لكم بصوا شكله دلوقتي عامل ازاي، وهسيبه ساعتين وارجع اوريكم شكله تاني. بس بصراحه ادى معايا كميه كبيره جدا. بصوا الجمال دوت كده بعد الساعتين، بصوا تقل ازاي معايا، ما خدش مني اي مجهود ولا اي وقت زي ما انتوا شايفين. انا مسرعه الفيديو ثواني بس هو ده وقته. حطيته قلبته على بعض، حطيت له الميه وفضلت قلبته، ما فيهوش اي مجهود ما فيهوش اي تعب. جبت بقى الجيركن بتاعي الكبير، انا عندي جيركن بجيب منه كده صابون كبير، اخد كل الصابون ده مره واحده فيه. عندك ازاز عبيه براحتك، يعني اتصرفي كما تشائي. انا جبت لك كده اهو تعملي الصابون ازاي، والفكره سهله وبسيطه. انا على فكره واحده من الناس كنت مفكره ان هي صعبه، لا لقيتها سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه خالص. عملت الصابون في البيت، وفرت فلوس كتير الحمد لله رب العالمين. ما فيهوش ماده كاويه كتير، الماده الكاويه بتسود الايد وبتتعبها وبتشققها، ده ما فيهوش خالص ماده كاويه الحمد لله رب العالمين. قدامكم تفاصيله ما فيهوش اي حاجه خالص، سهل بسيط. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وتقوموا وتجربوا الصابون، واكتبوا لي برده في الكومنتات انتوا من انهي محافظه وبتجيبوا لتر الصابون السائل بكام. يا رب الفيديو يعجبكم واكون افدتكم. كنت معاكم رشا السعيد. ايوه بقى على جمال الصابون بعد ما خمر. اشوفكم في فيديو جديد وسلام.